برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. التحيات الطيبات مستمعينا الكرام، معكم من شيماء الجنبيهي وبرنامج كلم أليفك على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. كان عندي صديق كل يوم بعد الشغل لازم يجري على البيت، وقبل ما يعمل أي حاجة ياخد الكلب بتاعه ويمشيه حوالي ساعتين، وبعد كده يروح ياكل ويشرب ويعمل أي حاجة تانية هو بيحبها. فمرة سألته: أنت مش بتتعب من تمشية الكلب كل يوم بعد الشغل، خصوصاً إنك حتى مش بتاكل أي حاجة؟ إجابته خلتني أفكر كتير في تربية الكلاب، لأنه قال لي: كلبي صديقي، كل يوم بيصحيني وبيوصلني لغاية الباب، وبيستناني في الشباك لحد ما أرجع، وبياخدني بالحضن. فأقل حاجة أعملها له هي إني قبل ما أعمل أي حاجة بعد الشغل أخرجه وأفسحه وألعب معاه. ده حقه عليا ومبادلته لكل الحب اللي هو بيديهولي. لما شفت الكلب بعد كده، كان كلب كبير من فصيلة الجيرمان الغالية وقوي جدا، ولكنه في نفس الوقت طيب جدا جدا جدا، وبيرحب بأصدقاء صديقه زي صاحبه تمام. من هنا فتربية الكلاب مسؤولية كبيرة أكبر من تربية القطط، لأنها بتحتاج لرعاية كبيرة جدا من صاحبها، ولازم يقضي وقت كتير معاه، وإلا ممكن الكلب يجيله اكتئاب شديد، وفي النهاية ممكن أليفك يموت لأنه مش حاسس بحبك زي ما هو بيحبك. تربية الأليف مسؤولية كبيرة حتى لو كان سمكة، لأننا قررنا نكون مسؤولين عن روح جميلة بتدينا حب غير مشروط. فوانت بتختار أليفك لازم تختار المناسب لشخصيتك، لأنه الارتباط بالأليف ارتباط كمان بالروح. شكرا لكم مستمعينا الكرام، كان معكم الشيماء الجنبيهي وبرنامج كلم أليفك على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة.